إذاعة الجمهورية اليمنية من أب تقدم ملفات من الحياة. ملفات من الحياة. قصص درامية من واقع حياتنا اليومية. كتبها للإذاعة فايزة الجبري. سيناريو وحوار محمد غالب حامد. الإشراف البرامجي خالد الفقيه. الإشراف العام صلاح القديم. ملفات من الحياة. ملفات من الحياة. رؤية وإخراج جميلة عليفة. يا غدير يا خالد تعالوا لعندي. هابا مو بخير. أشتي أكلمكم في موضوع مهم جدا. خير يا ابا موبا كلمنا. اسمع يا ابني انت واختك، اليوم جلى عندنا الحج سعيد وطلب مني يد غدير لابنه فؤاد، ايش رايك؟ وانت يا ابا ما رايك؟ ليش يا ابا ايش قلت لهم؟ غدير يا ابا عادي تدرس، خليها تكمل دراستها. اسمع يا ابني اسمع، انا قد قلت لهم بس انا دي دور عروسه لك، لكن ما دام الامر هكذا يكون واحده بواحده. كيف يا ابا واحده بواحده؟ يعني تتزوج انت تيسير وغدير تتزوج فؤاد. ها ايش قلت يا ابني؟ على ما تشوف يا ابا. وانت يا بنتي ايش رايك؟ اللي تشوفه يا ابا. اذا على بركه الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أبا. هيا يا فؤاد. خير يا أبا، خير إن شاء الله. مو اليوم اتفقنا مع الشيخ هاشم إن شاء الله العرس الأسبوع القادم، جهز نفسك أنت وأختك. وليش العجلة يا أبا؟ نشي نجهز أنفسنا مجهز الناس. قلنا نزوجكم في يوم واحد ونفرح بكم، يعلم الله ما يحصل بكرة، وخير البر عاجله. خلاص يا أبا اللي تشوف بعده. وبعد مرور 3 أشهر وشك تشتري لي اليوم زنة جديدة. اسمعي ما اناش فاضي انت والطلبات هذه كل يوم طلع كذي بحاجه. لما أنا ما سويت لك. اصلا انا مشيكش من يومه الا ابي غصبني عليك. اشتي يزوج اخوك على اختي، ذلك اسكتي ولا خلي هذا يومك اسود. اسمع ما دام الأمر هكذا ليش ما تطلقني وتوديني بيت أبي؟ والله اذا ما سكتيش انك قاعده تروحي اليوم. اسكتي. طيب خلاص. يا فؤاد عين من بالباب. حاضر يا أبا، الآن ولا يهمك. يا الله روح. أهلا وسهلا. أهلا أختي، خير. السلام عليكم. مالك؟ وين أبي؟ أبي بالمجلس، مو بشكتي مو بش. السلام عليكم يا أهلا أبا. وسهلا. مالك يا بنتي؟ خلاص يا أبا خلاص، أنا ما عششت الزواج ولا اشتي خالد خالص. مالك يا بنتي؟ إيش اللي قد حصل؟ مالك اللي تبكي؟ إيش قد زعلك خالد ولا حاجة؟ أصلا يا أبا خالد ما يشتينيش من أول يوم. من أول يوم دخلت البيت وأني خدامة، لا هو أبوه يدور مشاكل وأني صابرة. أقول يمكن بكرة يتغير، يمكن بكرة يصلح، لكن اليوم اعترف بالحقيقة وقال إنه ما يشتينيش. ما هو هذا الكلام أختي، صلي على رسول الله. معلش أختي معلش، يمكن اللي يمزح معش ولا شيء. مو تقول يا فؤاد بيمزح، مع الناس ما يمزحوش مع النسوان وهكذا. خلاص يا بنتي اجلسي ومالكش رجعة واحنا نربي. وأني يا أبا ما نش راجعة له، لو عملتم ما عملتم والله مرجع له. اسمع يا خالد، روح بيت سعيد وجيب اختك لهنا بسرعة الآن. لا مو يا ابا. خلاص لازم ترجع اختك للبيت بعد ما راحت تيسير لا بيت ابوها. الآن اقول لك روح. بس يا ابا انا وتيسير ما تفاهمناش. اسمعني يا ابني، امشي ذا الحين واللي يجيبها سريع، افهم. طيب يا ابا طيب، لكن لو رفضه. ايش ترفض؟ اسحبها من شعرها وديها لعندي. حاضر ولا يهمك يا ابا.
يا تيسير سترك ملأ، ادي الأخي فرصة ثانية. أنت داري إنه عدو صغير وما يفهمش الحياة، وأنت لازم تصبري عليه. كيف يا أختي؟ كيف هوني بقالي 3 شهور 3 شهور يعاملني كخدامة، وأنا كل ما طلبت منه شيء ولا قلت له حاجة يقول لي ما فيش ولا يهددني. يا أختي اصبري الله يرضى عليك، وحاولي تخليه يسمع كلامك وينفذ طلباتك. الصبر. أنت يا أخي ما أنتش معانا ولا تدري بشيء. أنا أشتغل في البيت مثل الخدامة وهو لا يشكرني حتى ولا يقول لي كلمة شكر. يا تيسير أنت داري إن أخي صح إنه شوية عصبي ومزاجي، لكن والله إنه طيب. خلاص انتهينا، انتهى الموضوع، خلولي حالي. هيا من هذا أنا فؤاد، افتح. أهلا وسهلا بخالد. لا أهلا ولا سهلا ولا في داعي للدخلة. اشتي أختي غدير تروح معي الآن. خير إن شاء الله، مو با قلنا روحي معي وبعدين نتفاهم بالبنت، تعرفي كل شيء. اسمع يا خالد، اسمع أنا وغدير ما لناش دخل بمشاكلكم هذه كلها. إن اسمع قال بي تجي أختي دحين معي برضا ولا طلعوا صحابك من شعر راسه. ليش يا أخي ليش؟ اصطلحوا أنتوا تيسير أحسن. ليش عادكم تعاقبونا بمشاكلكم هكذا؟ أنا وغدير ما ذنبنا كذا، قل لي ما ذنبنا بالله. بطل فلسفة وكثرة خبار. اشتي أختي دحين غدير تروح معي الآن ولا؟ خلاص أنا أجي معك الآن، أنا أبصر إيش يشتو، أمركم لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص يا أختي خربتوا بيتي يعني. خلاص لا تزعلش يا أخي، لا تزعلش، إن شاء الله يومين وترجع لك. يا أختي الله يرضى عليك، حاولي إنك تتفاهمي مع خالد وتتنازلي شوية وهو شوية علشان يمشي المركب. أي مركب يا أخي وأي طليق، خالد خلاص قد تبرأ مني وأنا كمان تبرأت منه اليوم الدين. ليش يابا هكذا تفعل؟ مش هكذا الناس يفعلوا. اسمعي يا بنتي، مثلما بنت سعيد طولت لسانها على ابني ومشت من البيت، انت لازم تفعلي مثلها تماما. طيب يابا احنا ايش دخلنا بمشاكل خالد وتيسير؟ احنا الحمد لله اللهم لك الحمد متفاهمين. حتى اذا انتم متفاهمين لازم تعملي مثل ما تعمل هي وتزيدي. طيب يابا اذا طلق خالد وتيسير ما يحصل بي انا وفؤاد؟ الله، تطلقوا مثلهم. اسمع يابا، يلا نروح نرجع غدر للبيت. استحي على وجهك، مش هي أول مرة ولا آخر مرة. لكن يابا أنا أشتي زوجتي وبس. وأنا والله إن ما تحترم نفسك لأدفنك تحت التراب. من؟ هذا أنا خالد، افتح. أهلا. ها ما تشتي؟ حياك الله، كيف الحال؟ كيف الدنيا؟ الحمد لله بخير. وين عمي هاشم؟ هو عندك بديون، ادخل. السلام عليكم عم هاشم. وعليكم السلام. خير، ايش الخبر؟ يا عم هاشم رجع لي زوجتي بالله، أنا وهي ما ذنبنا بالمشاكل هذه كلها. اسمع يا ابني، رجع أول أختك وأنا رجع لك زوجتك غدير. لكن يا عم تيسير ما رضتش ترجع لخالد، حرام عليكم تظلمونا بينهم الاثنين، ما ذنبنا احنا بالله، ما ذنبنا. لا ظلم ولا حاجة، هذا هو الشرط، وما كان أوله شرط كان آخره نور. لا حول ولا قوة إلا بالله. تكلم يا خالد، تكلم، قل حاجة بالله. وأنا مدخلني بالخبر هذا عادتهم هم أخبار. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. غريب، من هذا اللي يرجم على الطاقة؟ والله لو اللي يفتحوا عينه به. يو هذا فؤاد. فؤاد كيف حالك؟ الحمد لله. كيفش يا روحين؟ لا تحزن يا غدير، إن شاء الله تصلح الأمور. اسمعي هذا غدير، كحيل العين لو تشوفونه، عليه نظرة تأسر الناس وما يأسرونه، عليه كلمة كفعل السيف في ميادينه، حنون يا ناس كنهر جاري كل أهل الخير يوردونه. رعاك الله يا عطر العطر وكل الورد وبساتينه، يا ربي دعيت تجمع ما بيني وما بينه. اسمع هذا يا فؤاد، خلي ابتسم وبسمته حنونة، لا سامحك يلي تفرق بيني وبينه، وما فارقك لو طالت الليالي، انت الفؤاد يا غلا كل غالي. غدير يا غدير، وينك؟ هيا بل انا نجي. فؤاد مشى والله ابي يبصرك. مع السلامة. والله يبصرك انك الله معك. هيا بك اني جاي الان. ها
الله يخليك يابا، رجع لي غدير، رجع لي غدير، الله يرضى عليك يابا. انت ما تفهم؟ طيب انا افهمك طريقة ثانية. الله يسامحك يابا، تضربني يابا، الله يسامحك، رجع لي زوجتي، رجع لي زوجتي. بضربك لما انسيك اسمه، والله لا انسيك اسمه يا مكسور الناموس، ما تستحي تبكي على مراه. الله يسامحك يابا. حرام عليك يابا، حرام عليك يابا، أنا مو ذنبي أنا وفؤاد. والله يابا لو تطلقني منه أتكون حكمت عليه بالعدة. سمعت يا خالد؟ هو صح لا قال والبنت تكسر الواحد من النص. اقول لك يا انا من اول اقول لك البنيه هذه تشتي ادب الكلمه. لو كانت أمي عايشة والله ما كان يحصل لي هذا، والله إني كان يمكن أن توقف معي. قوم أدبها يا خالد ورويها من تكون وبنت من تكون. قوم أدبها. هذه مكسوره. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها مغاب مو انت تشتى؟ اشتي مرتي. مو تشتى زع مني احسن لك، والله لا انزل اقتلك. يا خالد ليش ما تتعاون معي؟ تعاون معي الله يرضى عليه، حرام عليكم، حرام عليكم يا ناس. اسمع عاد انا محترم اللي يسمعك لو يبصرك ابي هنا والله لا ينزل يدعسك ويقتلك ساع الكلب. ملفات من الحياة. ملفات من الحياة. قام بأداء الأدوار خالد الفقيه، سمية سحلول، زكريا زيد العزي، حنان العواضي، شهاب سلام، جميلة علي فتح، عبد الرحيم العقاب، إبراهيم القادري، إبراهيم الجماعي. كتبها للإذاعة فايزة الجبري. المكتبة الإذاعية بشرى دماج، تجهيزات فنية إدريس شاهر، ومحمد هادي. متابعة هندسية خالد باسلامة. المتابعة المالية فايز الحاج. الإشراف البرامجي خالد الفقيه. الإشراف العام صلاح القادري. تم التسجيل والمونتاج باستديوهات إذاعة إب 2010. ملفات من الحياة. سيناريو وحوار محمد غالب حامد.